السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. معاكم سمية من قناة أكلة وفكرة مع سمية. ايه رأيكم بقى؟ احنا عكينا الدنيا كتير، يلا نظبط كده بقى ونخاف ونبدأ الدايت من جديد. معانا عيش الشوفان الخطير والسهل وبأبسط طريقة وفي أسرع وقت. وزي ما انتوا شايفين، حط حتة الجبنة مع حتة الخيار وكلي أحلى عيش شوفان. معايا هنا كوباية شوفان حبة كاملة، زي ما انتوا شايفين هي كوباية واحدة بس من الشوفان. هنعملها بطريقة سهلة وفي الخلاط وبسرعة رهيبة جدا. تابعوني وشوفوا هنفذها ازاي. معلش الخلاط بتاعي مكسور ربنا يصلح الحال كده ونجيب خلاط جديد. حطيت الكوباية الشوفان في الخلاط، وهحط عليهم كوبايتين من المية بنفس الكوباية اللي عايرت بيها الشوفان. ادي كوباية، وهملة كمان كوباية مية، يبقوا كوبايتين مية. الشوفان انتوا عارفين من الحبوب اللي بتشرب السوائل، فانا حطيت لها كوبايتين، وهحط كمان ربع كوباية لبن كده ندلع العيش شوية، تدي طعم حلو كده. وايه تاني يا سمية؟ حطينا كوباية الشوفان عليها كوبايتين مية وربع كوباية لبن او حليب زي ما بيقولوا عليه في بعض الدول العربية، نص معلقة كبيرة بيكنج باودر، اسفة جدا، وهحط ربع معلقة من الملح، يبقى نص معلقة كبيرة بيكنج باودر وربع معلقة من الملح. وهروح اضرب الخليط ده كويس جدا ضربا مبرحا لما يصوت في الخلاط. شايفين القوام عامل ازاي؟ وعامل زي المية. استني عليه بس شوية. هنسيبه يريح 10 دقايق ونبدأ نسويه في طاسة كده، ما تكونش بتلزق على النار، تيفال او جرانيت او اي حاجة متاحة عندك، ومن غير زيت ومن غير اي حاجة. هننزل بشوية العجينة. وحدي كده، لو عندك حاجة هتقيسي بيها، انا باخدها بالشكل كده. بقى عايزة على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه، انا عاملاه عيش صغير كده، وعلى نار هادية وتسويه. سيبيه، شايفة بقى هيبدأ يطلع فقاعات كده، عارفين القطايف؟ هيبدأ يطلع فقاعات كده زي ما انتوا شايفين، بدأت تظهر في الكاميرا اهي. هنسيبها لغاية ما لون العجين ده كله يغير خالص اهي، شايفين؟ انا مش مسرعة الفيديو خالص يا جماعة عشان تشوفوا طريقة التسوية. يلا بقى، على ما يستوي الرغيف انزلوا تحت في التعليقات، قولوا لي رأيكم في وصفاتي، وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقولوا لي بتشوفوني من اي بلد، وهل وصفاتي بتعجبكم ولا لا. شايفين الفقاعات عملت ازاي؟ انا سويت الرغيف الاولاني بس الكاميرا ما كانتش بتصور، فهصور معاكم رغيف تاني. صبيت برضو شويه، شفتهم اهو زي ما انتوا شايفين، بدأ يعمل فقاعات اهو. بعد ما يلون اللون خالص هقلبه. معلش انا بعيد لكم التصوير لان الفيديو الاولاني ما صورش بقيته. شايفين عمل ازاي؟ عمل زي ما تكوني بتعملي القطايف اهو. بدأ وش العجين كمان لونه يغير خالص. انا بحط فوطه عشان هبدأ اطلع عليها اللي انا هسويه. ما تحركوهوش خالص لغاية ما يستوي جدا من تحت ولون العجين يغير. شايفين لون العجين بقى غمق ازاي؟ ما بقاش ابيض وفاتح كده. اه اه، ما جراش حاجة، انا مش هشيل حاجة، انا هسوي معاكم. معرفش حظي عامل كده ليه. زي ما انتوا شايفين حطيت تاني، وهسويها معاكم تاني بطريقة سهلة جدا. معلش انا ما بشيلش حاجة اهو عشان اوريكم ان برضو واحنا بنشتغل ممكن حاجة تبوظ مننا، بس بنكمل شغل عادي. لازم تسيبيها لغاية ما تستوي خالص عشان تتقلب معاكي بكل سهولة وتستوي من الناحيتين. انا مش شايله اي حاجه من الفيديو يا جماعه، انا سايبهولكوا بامانه علشان تشوفوا كل حاجه بتحصل معانا. كده الرغيف كده استوى فعلا من تحت. شفتوا بقى السوا عمل ازاي؟ اتقلب معايا على طول ازاي، واللون جميل وتحفه ازاي. هسيبه برضو لغايه ما يستوي من الوش التاني بنفس الطريقه اهو. اضغط عليه كده علشان ما يستوي ويبقى كله سوا واحد. على فكرة شفتوا بدأ ينفخ ازاي كمان اهو. انا بضغط كده فيه هوا. انا مش مسرعة خالص في فيديو التسوية اهو يا جماعة علشان تشوفوه.
بضغط برضو كده زي ما انتوا شايفين، والنار هادية يا جماعة. شايفين بدأ ينفخ الرغيف ازاي؟ انا بضغط على الهواء اللي بينفخها. شايفين الرغيف منفوخ ازاي؟ يعني فاضي من جوه. بجد تحفة وطعمه خطير وما بياخدش وقت خالص. اهو شايفين استوى من الناحية التانية اهو. هقلبه كده كام تقليبة لغاية ما اتأكد انه كله استوى. اهو شايفين الهواء، انا بضغط عليه لما بينفخ اهو. هجيب بقى حاجة تانية دي طرية اهو. شايفين اضغط عليه كله كده. منفوخ اكنه مفتوح من جوه، اكنه فاضي زي الرعيش اللي بيتفتح القابب البلدي كده. هبدأ اطلعه بقى، بقلبه من هنا ومن هنا، اتأكد ان معادش فيه سوائل وانه استوى كويس جدا. اهو شايفين نفخ ازاي. هبدأ اطلعه بقى. انا بحبه مستوي قوي يا جماعة، وهيبقى طري وزي الفل زي ما انتوا شفتوني بلفه في اول الفيديو. هشيله بقى وهصب غيره وهكمل كل كمية العجينة اللي انا عملتها بنفس الطريقة. مش هطول عليكم اكتر من كده، انا كملت السوا كله اهو زي ما انتوا شايفين. بجد يا جماعة تحفة، طري طري ازاي. ممكن تعملي كمية كده حلوة منه وتلف كل واحد في كيس او في ورقة ستريتش كده وتحطيها في الفريزر. تطلعي كل يوم واحد كده عشان ما يبقاش لازق في بعضه، وتسيبيه يفك هيبقى طري زي ما انت شايفاه كده. شايفين؟ شايفين العيش؟ شايفين العيش عامل ازاي اهو؟ شايفين؟ جميل جدا. بجد تحفة تحفة، وطعمه خطير 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 وما بياخدش اي وقت منك. شايفين الجمال؟ وطري وتلفيه وتبرميه واعملي اللي انت عايزاه. بألف هنا وشفا. جربوه قولوا رأيكم فيه ايه، مع حتة جبنة بقى وحتة خيارة. وخفوا يا جماعة، يلا نعمل سندوتش الجبنة كده ونفطر بيه، ونخف شوية من النشويات المعقدة اللي هي زي الدقيق الأبيض والحاجات التانية دي. الدقيق الشوفان نفس سعرات الدقيق الأبيض على فكرة، بس هو كربوهيدرات معقدة بتاخد وقت في الهضم، فبتحسسك بالشبع. شايفين الجمال اهو؟ لفي بقى كده واعملي الساندوتش بتاعك وافطري. رغيف او 2 مش هيفرق خالص يا جماعة، ده هي كلها معلقة واحدة بس من الدقيق. مع السلامة، اشوفكم في فيديو